السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم بألف خير يا رب. سنة سعيدة عليكم وعلى كل حبايبكم. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد بأسهل الطرق. عملناه كتير كذا سنة، 4 سنين قبل كده. كل سنة أحلى من سنة ان شاء الله. السنة دي جايبالك كحك على البارد، عاملهولك سخنة قبل كده، عاملهولك ببودر خالص قبل كده، بخميرة، كذا صنف، وكلها ناجحة ما شاء الله. نقي الوصفة اللي تعجبك واعمليها. هنعمل مع بعض الوصفة النهاردة، اللهم بارك، حلوة جدا. معايا هنا 8 كيلو من السمسم، هنشوحه الأول مع بعضه كده ونحمصه. أنا جايباه أبيض زي ما حضراتكم شايفين كده. هديله تحميصة على البوتاجاز ياخد لون خفيف. هنزل معايا بقى طبق ناشف مية أو أي سوائل، وهنزل بالسمنة بتاعتي. السمنة بتاعتي دي جايباها من الصفيحة على طول أو من العلبة، وسيحتها على البوتاجاز وسبتها جمدت تاني معايا عشان تبقى مرملة، ما تبقاش مكلكعة كده زي ما طالعة. طبعا الجو برد اليومين دول. معايا بقى هنعمل دلوقتي مقدار 3 كيلو من السمنة. نزل كل السمنة اللي احنا كنا حاطينها في قلب البولة او الحلة دي عشان المكونات تطلع مظبوطة. 3 كيلو هنعمل مقدار 3 كيلو من الكحك، وهقولك برضو في التعليقات وفي صندوق الوصف مقدار الكيلو. نزلت عليهم بقى بالسمنة 6 معالق كبار من السكر البودرة. يبقى ده لكل كيلو من الدقيق 550 جرام من السمنة. كمان حطيت نص ازازة صغيرة من ريحة السمنة البلدي، ودي تقدري تستغني عنها. دي سمنة جنة يا جماعة، حلوة جدا وريحتها جميلة ما شاء الله. حطيت بقى كده، هقولك دلوقتي المقدار بتاعنا. الكيلو بياخد 550 جرام، وحطيت كمان عليه معلقة كبيرة مليانة زي اللي حضرتك شايفاها دي سمنة بلدي. دي اختياري بقى براحتك انت. يبقى احنا حطينا لكل كيلو 600 جرام. تمام. يبقى الكيلو خد معاكي 600 جرام من السمنة، مش كتير. لا ما شاء الله، والله حلو جدا يا جماعة، حلو جدا. وجربي وان شاء الله هتدعولي. نزلت خلاص بالسمنة وقلبت السكر عليها بالمضرب زي ما حضراتكم شايفين كده. وبعد كده هنزل بالدقيق، ونحط بقى المنكهات بتاعتنا والحاجات الزيادة بتاعتنا. نزلت بالدقيق بقى، وده باكو كامل بيكنج باودر. طبعا احنا هنعمله بخميرة وبيكنج باودر، مش عايزين نكتر البيكنج باودر معانا علشان ما ينفش معايا الكحكاية قوي. لان طبعا في ناس بيحبوا يحطوا بيكنج باودر كتير فبيقب معانا. معايا هنا معلقة صغيرة مش مليانة، معلقة صغيرة مش مليانة من ريحة الكحك. ونزلتها كده بعد ما حمصت السمسم في سخونية الطاسة، علشان طبعا بتبقى مرطبة، بتبقى واخدة رطوبة فما بقاش لها ريحة. فالتحميصة دي ادتني ريحة معايا. تمام. يبقى انا حطيت ربع معلقة صغيرة من الملح، حطيت لكل كيلو 3 معالق كبار من السكر البودرة، حطيت نص ازازة من ريحة السمنة البلدي ودي اختياري، نص معلقة مليانة من ريحة الكحك او معلقة صغيرة ممسوحة. حطيت هنا معايا معلقة كبيرة من الخميرة لل3 كيلو، معلقة مليانة ما تكونش هرمية. يعني كل كيلو خد معايا ربع معلقة من الخميرة. يبقى خد ربع معلقة من البودر وربع معلقة من الخميرة لكل كيلو. طب لو انا عايزة اعمله ببودر بس، هتحطي معلقة من البيكنج باودر. تمام. انا عاملهولك تقريبا من سنتين على القناة ببودر خالص من غير خميرة، وانا ماشية على الطريقة ديت بقالي كام سنة ان انا بعمله ببودر بس، وبيطلع ما شاء الله جميل زي الافراح. خلصت بقى، نزلت بالحاجات دي كلها ونزلت الدقيق، وابتدي ان انا اقلب بقى وابس الدقيق معايا. بسي بقى ما تستخسريش. الصراحه بقى زي ما انتوا عارفين ان انا كنت تعبانه شويه، فما قدرتش اعمله لوحدي. فجت بقى حبيبتي كده وساعدتني وبسته معايا. بصي بقى كده، تفضلي كل ما تدعكي فيه كل ما الدقيق يفتح معاكي والعجينه تتمسك معاكي. كل ما تبسي كل ما الكحك يطلع معاكي حلو. كحك معناه ايه؟ سمنه وبس، سمنة وبس. ان انت تبسي الدقيق كويس بالسمنة، ولازم تكون السمنة نوعية كويسة وتكون ريحتها حلو. طب الدقيق لو عندك الكوثر استخدمي الكوثر، جميل جدا. ما بيبقاش فيه عرق جامد وبيكون استخراج 72%، يبقى تستخدمي الكوثر. انما مثلا لو عايزة حاجة غالية شوية، في دوبلة وفي سنبلة الفرات دي بتيجي اكياس. ولو عايزة سايب من عند العطار، السايب هيطلع زي الفل برضه، يطلع جميل. بس تقولي له عايزة دقيق للكحك عشان ما ينطرش منك السمنة ويعذبك في التسويق. خلاص سويت بقى كده، بسيت لما بقى عجينة خالص كده معايا. دول قد ايه يا نجلاء؟ دول كوبايتين 2 من المية، وعليهم معلقة كبيرة من السكر، وحطيت عليها الخميرة اللي انا قلت لكم عليها، معلقة ممسوحة من الخميرة. كل كيلو خد ربع معلقة
مليانة من الخميرة، وربع معلقة من البودر. الكحك يا جماعة مش بيتحط له خميرة كتير، هتحطي له خميرة كتير هيقلب معاكي قرص وقراقيش. تمام كده؟ تمام. هنلوك بقى العجينة، مش هنعجن، هنلوك يا دوب هنلمها كده مع بعضها، ومش ياخد وقت كتير معايا في العجن. احتاج معايا سوايل تاني حوالي نص كوباية، حطيت له ال3 كيلو خدوا معايا كوبايتين ونص من المية، ولو حابة تحطي مية على لبن براحتك خالص. طب الدقيق بتاعي مش زي الدقيق بتاعك، فهتحطي معاكي شوية بشوية. تمام كده؟ تمام. اول حاجة خدت حتة كده من العجينة ودعكت، نشوف هتشقق معانا ولا لا. لقيتها كويسة يبقى كده خلاص. لقيتها بتشقق، تبتدي ان انت تحطي لها شوية سوائل سخنين كمان. مية لازم تكون سخنة عشان ما تكلكعش معاكي العجينة وتفرول. جبت كيس بقى كده، فتحته اكياس من اكياس التلاجة، ونبتدي ان احنا نحطه ترتاح معايا العجينة. مش عايزاها تخمر، لا ترتاح شوية بتاع 10 دقايق كده. جبت بقى كيلو من البلبن، والملبن بقى اليومين دول غالي جدا عشان السكر غالي، وشوية من النشا. وابتديت اعمل كور كده زي ما حضراتكم شايفين كده، اقطع الملبن. طب عايزة ادعكه بمعلقة من السمنة، طبعا بيبقى حلو برضو لو حطيتي له معلقة سمنة بلدي وشوية من المكسرات لو موجود عندك، وتبتدي ان انت تقطعيه كور زي ما احنا عاملين كده. طبعا كبري الكورة تصغري الكورة، انا مصغراها لاني هعمل الكحك بتاعي النهاردة ميني. يعني ايه ميني؟ كحكاية صغننة. كحكايه صغننه كده بتبقى حلوه قوي، يا دوب على قطمه او قطمتين وبتبقى خلاص خلصت خالص. عايزه بقى تقطعي بالسكينه كده، بس طبعا هو بيلزق شويه. عايزه تقطعي بايديكي براحتك بقى، المهم ان احنا قطعنا كده زي ما حضرتك شايفه. اعمل كور على قد الكحكايه بتاعتي. قلت لك بقى دلوقتي ان احنا نختبر العجينه ازاي، ولازم تدعكيها كويس كده بايديكي لغايه ما تاخد وتدي مع بعضها وتبقى عامله زي الملبن، عشان لا تشقق معاكي في المنقاش ولا تشقق معاكي في الفرن. على الرخامة او ما بين ايديكي نبتدي نعملها رول كده، ونقطعها قطع على بعضها عشان نقطعها معانا، بحيث ان هي تبقى قطع صغيرة، او تقطعي على طول من الطبق اللي انت حاطه فيه العجين. انا قطعتها زي ما حضراتكم شايفين، كانت اسرع جدا بالنسبة لي ان انا اخد قطعة واقطعها ابرمها واخد منها قطع كده. باخدها بقى كده والاقيها مثلا لو ناشفة شوية معاكي ما بين ايديكي كده، وايديكي بتبقى سخنة، بتبصي تلاقيها بقت زي الفل. حطي بقى قطعة من البلبن وتقفليه. بس اهم حاجة تعملي تجويف كده في قلب العجينة، ما تخليش العجينة تخينة ومكلتمة معاكي. بترققي كده العجينة اهي، في اهي بترققيها وتفرديها في ايديكي، وتحطي في قلبها الملبن وتقفليها كويس جدا عشان الملبن ما يخرجش منها خالص. زي ما انت حضرتك شايفة كده، بنجيبها ندعكها كده اهوت، بنطريها في ايدينا وابتدي ان انا افتحها اهيت. ركزي بقى كده وخلي بالك من الخطوات. وبعد كده بنحطها، دي خلاص اتملت اهي، وبعد كده نروح بقى ننقش معانا او نسيبها زي ما هي كده. اهم حاجة الطعم والريحة، وزي ما قلتلك اهم حاجة في الكحك الريحة بتاعة السمنة. السمنة المقدار المظبوط والريحة بتاعة السمنة. اكتب لك ان شاء الله المكونات في صندوق الوصف وفي التعليقات برضو، ان شاء الله تطلع معاكي كويسة. حلو جدا وريحته كانت جايبة لاخر المكان. عايزة اقول لك بقى لما تيجي تاخدي بقى تشتري منقاش كده، بتحطي ايديكي ما بين السنون وبعضها من جوه، بيكون السن بتاعك ناعم معاكي علشان ما يقطمش ويقطع في العجينة بتاعتك. هروح بقى اجيب كده، جبت ديل المناقيش اهي بقى، اقول لك ان انت تجيبيهم ناعمين، وتجيبي اللي هو ايه بتبقى السنون بتاعته باينه شويه. انا بيبقى ليا منقاش كده برتاح فيه، وليا بصامه برتاح فيها، ونبتدي ان احنا ننقش معانا. جيت انقش بقى كده اهوت، حسيت ان المنقاش بيقطع بينتش معايا في العجينه. بصي اهو، حسيت ان هو شوفي بيعض في العجينه ازاي. فشلته بقى كده وجبت منقاش تاني اشتغل بيه. ما تفكريش بقى ان هو مثلا اول ما يعض معاكي كده تقولي لا ده العجينه عايزه سوايل، ده العجينه مش مظبوطه. لا، هاتي منقاش تاني وابتدي ان انتي تعملي فيه. جبت منقاش تاني ولقيته ما شاء الله حلو جدا. بصي بقى كده، مفيش اسهل من كده. اي نقشه انتي بتحبيها بقى اعمليها. طبعا ايدينا كانت واخده على النقشات زمان، كنا بننقش ما كناش نعرف البصمه دي خالص. بس الصراحه سهلت كتير يا جماعه، بتسهل عليكي كتير. خلصت بقى كده، تعملي اي رسمه بقى، اي رسمه انتي بتحبيه. تعملي رسمه الكمثريه، تعملي الرسمه اللي هي المربعات قصاد بعضيها، تعملي كحكايه طويله، تعمليها مفتوله مدوره مفتوحه من النص. المهم ان انت تعمليها يبان لك ان الكحكايه كبيره، لان انا مقربه الكاميرا علشان تشوفي الرسومات بتاعه الكحك النقشات. انما هي اصلا الكحكايه ما يعني ما شاء الله يعني صغنونه قوي قوي.
يعني ما بين الصابعين كده، حتى لما دخلت الفرن ما زادتش كتير، لان احنا لا حاطين خميرة كتير ولا حاطين بيكنج باودر كتير. بنفس الشكل بقى كده، ده شكل تاني اهو. اسهل من السهولة يا جماعة. لو ولادك بيحبوا النقش فرحيهم كده، هاتلهم منقشين. المنقاش زمان كان بجنيه، معرفش دلوقتي المنقاش عامل كام. وتبتدي تعملي بقى كده، او بالبصامة زي ما بقول لحضرتك كده. بصي اسهل من السهولة. طيب هنخمر يا نجلاء ولا هنعمل ايه؟ هنخلص الكمية دي كلها وبعد كده نطلع نسوي على طول، او نشغل الفرن نسوي على طول. الفرن بتاعي بيكون سخن، يعني بكون مشغلاه وسخن مسبقا. ما تدخليش اي عجين على فرن بارد، بيكون الفرن بتاعي سخن. وبكون حاطه الرف الوسطاني لو فرن البوتاجاز، ومش قايده الشوايه، قايده من تحت بس، ومشغله المروحه. هيطلع معاكي احمر من فوق ومن تحت. ساعه ما ياخد معاكي لون بتشغلي له الشوايه. انما انا بعمل بفرن بلدي زي ما حضراتكم شايفين كده. وما تنسيش ان انت تضيري الفرن كل 3 دقايق، تضيري الصاج كل 3 دقايق. وساعه ما تقفلي الباب الفرن بيبقى فيه صهد كده وحمو طالع، فتبص تلاقي احمر من فوق ومن تحت. طبعا قايده من فوق وقايده من تحت. كل صاج بياخد معاكي نص ساعه اهوت، لان احنا حاشيين ملبن. فعشان الملبن معاكي ما يغليش وينشف بقى ويطلع من الجناب، هياخد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة. وتبتدي ان انتي تختبريه كده، هتلاقيه بقى احمر من الجناب واحمر من تحت واحمر من فوق. بسم الله ما شاء الله. يعني مقرمش كده، والملبن طري من جوه، مش ناشف ومقدد. انا بوريك ان الملبن اهو، بصي بيتفرك معايا طري جدا. والكحكايه ناعمه اللهم بارك، وبألف هنا وشفا على قلبكم. خلصت الكميه كلها، ما خدتش مني وقت طويل. فانا زي ما بقول لحضرتك، هتاخد معاكي نص ساعه في قلب الفرن. طب لو فرن البوتاجاز، هتقيدي الشوايه في الاخر خالص لو ما عندكش مروحه. انما لو عندك مروحه، طبعا الصهد بتاع المروحه هيحمر لك الكحكايه بتاعتك من فوق ومن تحت. شايفه بقى الجمال؟ الرسمه باينه اهي زي ما هي. طبعا ما طلعتش فنشت ولا كبر كده ولا كبر قوي، لا. عايزه بقى تحمصيه زياده، عايزه تطلعيه لونه فاتح، حسب انت ما بتحبيه. بس ما تحمصيش قوي علشان محشي ملبن. انما لو ساده، حمصي زي ما انت عايزه. في ناس بتحب الكحك بتاعها ابيض كده، بس الصراحة احنا بنحبه متحمص. عايزة بقى اخزن الكحك بتاعي وقعد عندي شهر وما يجرالوش حاجة، شهرين، هتعينيه في علب ألمونيوم. حلل ألمونيوم، او الغلاية بتاعتنا بتاعت زمان الألمونيوم كده، تكون مدعوكة كده وحاطة في قلبها كيس. وتبتدي ترصي الكحك بتاعك. الكحكة صغننة ازاي ولونها جميل. طبعا الإضاءة بتختلف. وكنت قطعالك واحدة كده اوريكي، لقيت الملبن سايح كده جواها، وما شاء الله طعم وريحة يا جماعة. جربوا كده وان شاء الله الوصفة هتعجبكم، والكحكة هيعجبكم، وهتقولي ايوه يا نجلاء ده طعمه جميل وريحته جميلة ومقاديره مظبوطة. مقادير على الشعرة. ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف وفي التعليقات برضو. وعبي بقى الكحك بتاعك، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. كل سنة وانتم بألف خير يا رب. لو أول مرة تشوف القناة بقى، نوريني بالاشتراك. أهلا وسهلا بيكم، منوريني ومشرفيني. كل سنة وانتم بألف خير. شوفي بقى، قفلي بقى كده وعينيها، مش هيجرى لها أي حاجة. ونروح بقى نجيب شوية سكر بودرة ونرصهم. بسم الله ما شاء الله، طعمها يا جماعة حلو جدا. كل سنة وانتم طيبين. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمانه. وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.